ازيكم مشاهدينا الكرام؟ حلقة جديدة في فوتوشوب تيبس اند تريكس. النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نشيل باك جراوند تكست فروم ايمج. يعني معنى صح، ازاي تقدر تشيل نص في صورة. طريقة سهلة وبسيطة، في كذا طريقة للموضوع دوت، ولكن طريقة النهارده يعتبر اسهل طريقة او احسن طريقة. يلا بينا هنفتح الفايل بتاعنا. عندنا صورة اتنين ونفتح التالتة دي برضو. تمام. اول صورة اهي، عايزين مثلا وليكن هنشيل التكست بتاع السلوجان اللي تحت دوت. فهنيجي نعمل ايه؟ بنختار الاوبجكت سيلكشن تول، وبعد كده بنبتدي ان احنا نمارك او نسلكت الجزء اللي احنا عايزين نشيله. وبعد كده بتروح على قائمة سيلكت، وبعدين موديفاي، وبعدين اكسباند. تخلي الاكسباند ده من 10 ل 20 او على حسب المساحة بتاعتك. خلينا احنا هنا مثلا نتكلم في حوالي 7. بعد كده بتروح على قائمة edit، وبعد كده fill او بتدوس shift وF5، وبعد كده بتختار الكونتنتس من هنا content aware، وبعدين بتقول له اوكي. طبعا تعمل دي select او بتبقى من قائمة select بتختار دي select. لو جينا بصينا في الصورة مش هنلاقي ان في اي تكست او اي editing باين قوي في الصورة. مثال تاني، طيب نعمل ايه؟ دايما يا جماعة احنا بنعمل باك اب لاير. اوكي، برضو بنروح نختار الاوبجكت سيلكشن تول، وبعد كده بنختار من قائمة select modify expand 7 او 10، وبعد كده بروح على edit وfill او هدوس على الكيبورد shift و F5، وبعدين content aware واقول له اوكي واستنى شوية، وبعدين كنترول دي اعمل دي select. طبعا اختفى التكست اهو كده، هو اختفى تماما ومفيش اي edit على الصورة. عندنا بقى صورة زي دي. تمام، هبتدي ان انا مثلا هكتب عليها وليكن مثلا جود مورنينج، وبعد كده هحط التكست دوت في الصورة كده. خلاص التكست بتاعي ما بقاش يقدر ان هو يتحرك، تمام، او ما بقاش لاير لوحده. طب انا عايز اشيل التكست ده بعد كده. ممكن اروح اجيب التول بتاعتي الخطيرة الاوبجكت سيلكشن تول، وبعد كده اروح اعمل سيلكت للتكست كده. من قائمة سيلكت هختار موديفاي، وبعد كده من موديفاي اختار اكسباند 15. اوكي، وبعدين هروح edit واقول له fill contents. هنا هختار content aware وبوم. وبكده تكون حلقة النهاردة خلصت. جربنا 3 أمثلة وأتمنى إن هي تكون عجبتكم. تنسوناش في الدعم والاشتراك في القناة، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لنا لايك، تكتب لنا في التعليقات رأيك على الفيديو وعن رأيك في الفيديوهات اللي احنا بنقدمها. واشوفكم على خير الحلقة الجاية.